صوت الصحافة، نبض الخبر. القصة الملهمة: جيمي فاردي والصعود من عامل مصنع إلى النجومية. في وقتنا الحالي تبدأ قصص النجوم في أكاديميات لامعة، لكن قصة جيمي فاردي تبدأ في مصنع لتصنيع الأطراف الاصطناعية، حيث كان يعمل لساعات طويلة مقابل راتب زهيد. كان يلعب كرة القدم في دور الهواة، يتقاضى 30 جنيها استرلينيا في الأسبوع. حياة مزدوجة شاقة، عامل في النهار ومهاجم في الليل. تخيل أنك تتدرب بعد يوم عمل شاق، ثم تلعب على ملاعب موحلة لا يراك فيها كشاف الأندية الكبرى. في تلك الفترة كان فاردي يواجه أيضا تحديا قانونيا، حيث كان عليه ارتداء جهاز تتبع إلكتروني، مما أجبره على مغادرة المباريات مبكرا لتجنب مخالفة حظر التجول. لكن فاردي لم يتذمر. هذا الكفاح جعله أكثر صلابة. بدأ بالصعود التدريجي من دور الهواة إلى دور الشمال، ثم إلى الدرجة الثالثة، والناس يضحكون. إنه عجوز جدا لهذا المستوى، لكن ليستر سيتي رآه. دفعوا 1,000,000 جنيه استرليني، وهو مبلغ ضخم على لاعب من دور الهواة. كانت قصة صعود فاردي تتوازى مع قصة صعود ليستر سيتي نفسه. في موسم 2015-2016 لم يعد فاردي مجرد لاعب، بل أصبح أيقونة للأمل. سجل في 11 مباراة متتالية، محطما رقما قياسيا. كان هدف كل مباراة ليس فقط الفوز، بل إثبات أن الجوع والعزيمة يتفوقان على ميزانيات الأندية العملاقة. لقد تحول من عامل مصنع إلى بطل للبلاد، وهو يواجه أثرياء كرة القدم. قصة جيمي فاردي هي ملحمة الصبر والنضال. هي تذكير قوي بأن العمر أو البداية المتواضعة لا يحددان النهاية. لا يوجد شيء اسمه فات الأوان لتحقيق حلمك. لقد صعد من المصنع إلى منصة التتويج ليثبت أن الشغف لا يعرف الطبقات الاجتماعية. صوت الصحافة، نبض الخبر.